الفكرة اللي بتوقع ناس كتير إن البراند الأول مش بيكسب كويس. صاحب المشروع يفكر نعمل إيه؟ يبقى نفتح براند تاني ونزود الإيراد. الفكرة شكلها منطقية جدا، بس في مشكلة هنا، أنت بتكرر نفس النموذج على نطاق أكبر. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب بيزنس. وده هيكون الجزء الثاني من سلسلة الغلطات اللي بتدمر مشروع. ولو ما شفتش الجزء الأول شوفه الأول عشان تربط الأحداث ببعض. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. صاحب براند مكملات غذائية شغال جملة وأونلاين، شايف مبيعات موجودة لكن مش مستقرة، وطلب بيتحرك لكن مش سريع، ومنافسة سعرية قوية، لكن بيقول أنا شغال كويس بس مفيش فلوس بتفضل في إيد. طيب تعالوا نشوف مع بعض قبل القرار المبيعات والربح كانوا عاملين إزاي، وبعد القرار كانوا عاملين ازاي. قبل القرار المبيعات بتاعه البراند الاول كانت 600,000 وتكلفه البيع 360,000، مجمل الربح قبل المصاريف 240,000. طيب بعد طرح المصاريف صافي الربح طالع عندي 10,000 جنيه للبراند الاول. وفي نقطه مهمه هنا جدا جدا، المشروع مش خسران بس يا دوبك مغطي نفسه. طيب ليه؟ لان الهامش ضعيف جدا والمصاريف قريبه من الربح، واي تغير لو بسيط هيقلب المعادله خالص. يعني المشروع شغال بس بدون امان مالي. وقرار صاحب المشروع كان ايه؟ نفتح براند مكملات جديد بنفس الفكره وبنفس نموذج العمل. وفعلا اسبابه كانت منطقيه، كان محتاج يزود الايراد ويستفيد من التوريد الكبير ويضرب في اكتر من منتج، لكن الحقيقه ان ولا سبب منهم عالج اصل المشكله. تعالوا نشوف مع بعض ارقام البراند الثاني بعد الافتتاح. المبيعات بتاعته كانت 300,000 وتكلفه البيع 180,000، مجمل الربح ب 120، وبعد المصاريف صافي الربح كان سالب 30,000. شايفين من مكسب 10,000 لسالب 30,000، يعني خساره 30,000 من البراند الثاني. شايفين هنا هو كان بيكسب لكن بقى بيخسر. هو شاف المبيعات 900,000 إجمالي، بص للرقم المبيعات بس، لكن ما بصش أنا بكسب إيه. لو جمع الاتنين على بعض هيطلع له خسارة 20,000 في البراندين. الفكرة إنه هو خلط بين الإيراد والنمو. البراند الأول كان شغال بهامش ضعيف ومصاريف عالية نسبيا، لكن بدل ما يصلحه قرر نفس الغلطة مرة تانية، والنتيجة نسختين من نفس المشكلة. قبل التوسع المصاريف كانت 230,000 بس، لكن بعد التوسع زود عليها 150,000، يعني إجمالي المصاريف 380,000. شايفين التوسع هنا ضاعف الالتزام المالي عليه. فجأة دلوقتي بقى عنده 2 براند و2 حملات تسويق و2 مخازن و2 سلاسل توريد و2 عمليات دفع للعملاء. يعني نفس العقل اللي كان بيدير مشكلة واحدة بقى بيدير ضعف المشاكل. تعالوا نعمل مع بعض اختبار بسيط. لو المبيعات نزلت 10% بس في البراندين الصورة هتبقى عاملة ازاي؟ البراند الاول مبيعاته هتنزل ل 540، تكلفة البيع 324، مجمل الربح 216. صافي الربح اتحول من ربح لخسارة، بقت 14,000 باختبار بسيط بس نزلنا المبيعات بنسبة 10%. تعالوا نبص برضو على البراند التاني. لو المبيعات نزلت 10% المبيعات هتقل ل 270، تكلفة البيع 162,000، مجمل الربح 108. بعد المصاريف هيتحول لخسارة 42,000. هبوط بسيط في المبيعات حول المشروع لمشروع خسران. طب لو انت مكانه كنت تعمل ايه؟ اول حاجة كان المفروض يفكر فيها صاحب المشروع ده، رقم واحد يصلح المشكلة، مش يجيب مشكلة يعقدها اكتر بانه يرفع الهامش من 40% مثلا ل 50%. تعال نشوف لما رفع الهامش لنسبة 50% الوضع كان عامل ازاي. 50% من المبيعات يعني 300,000، والمصاريف الثابتة عندي 230,000. الزيادة ال 300,000 دول لو طرحنا من 230,000 يبقى الربح الزيادة عندي بقى 70,000. شايفين من 10,000 الربح زاد ل 70,000 بحركة بسيطة بس. تاني حاجة تكلفة اكتساب العميل، كان المفروض يقلل تكلفة اكتساب العميل. طب ازاي؟ أول حاجة يحسن الإعلانات ويحسن التحويل ويعيد استهداف العملاء المهمين. تالت حاجة يثبت نموذج عمل قوي. لو النموذج الحالي مش قوي لازم يشوف الغلطات اللي فيه ويقويه قبل ما يتجه للتوسع. ليه أكرر نفس النموذج الضعيف؟ لو البراند الأول وصل معايا ل 70,000 صافي ربح
وبعدها كرر نفس نموذج العمل بنفس الكفاءة، الإجمالي هنضربه في 2، يعني 140,000 ربح. وده كده التوسع الصح. التوسع عمره ما كان علاج، التوسع اختبار لقوة نموذج العمل الحالي. لو مشروعك ضعيف أو هش، التوسع هيكسره أسرع، ولو قوي هيضعفه. أخطر وقت للتوسع لما تكون محتاج فلوس، لأنك للأسف مش بتكبر، أنت بتراكم الضغوط اللي عليه. هو كان فاكر اللي هو هيبني إمبراطورية، بس هو كان للأسف بيكرر نفس الخطأ بس مرتين. وبعد ما بدأنا في أخطاء النمو والتوسع، نوصل مع بعض للغلطة الرابعة: تشتري بضاعة أكتر وأنت مش فاهم ليه أصلا. في فكرة دايما بتخدع أصحاب المكملات الغذائية: المبيعات ضعيفة يبقى المشكلة إن البضاعة مش كفاية، فبديهيا صاحب المشروع يشتري مخزون أكتر. أغلب الوقت المشكلة ما بتكونش في الكمية. براند مكملات غذائية كان بيبيع أونلاين وللجيمات وجملة، صاحب المشروع كان شايف الطلب موجود والمنتجات بروتين وكرياتين كويسة والعملاء بيسألوا باستمرار، لكن الإحساس إن أنا عندي نقص دايما في البضاعة مش مكفية طلبات العملاء. قبل القرار مبيعاته الشهرية كانت كده: المبيعات كانت 400,000 وتكلفة البيع ب 200,000، مجمل الربح 200,000 والصافي 20,000. الوضع الحقيقي المشروع بيكسب بس الهامش قليل شوية. أي ضغط في البضاعة أو التكلفة ممكن يقلب المعادلة خالص. أنت ماشي على خط رفيع بين الربح والخسارة، ودي الطريقة الغلط اللي كان بيفكر بيها صاحب المشروع. المبيعات مش بتزيد، يبقى الغلطة في البضاعة القليلة، نزود بضاعة. طيب هو زود بضاعة بكام؟ ب500,000 جنيه. يعني البضاعة كانت عنده مليون، رفعت ل1,500,000. تعالوا نشوف بقى بعد ما زود البضاعة ب500,000 المبيعات بقت شكلها عامل ازاي. المبيعات بقت 500,000، رفعت فعلا بنسبة 100,000. تكلفة البيع 250، مجمل الربح 250، وعند المصاريف الثابتة زادت بقت 230، صافي الربح 220. المفروض المخزون زاد والمبيعات زادت، يبقى اوتوماتيك الربح المفروض يزيد، لكن اللي حصل ان ال20,000 هم نفس الربح. تعالوا نشوف مع بعض هنا حاجة مهمة جدا: دوران البضاعة او المخزون نفسه عامل ازاي. قبل لما يحط ال500,000 كان بيبيع ب400,000 والبضاعة عنده كانت ب1,000,000. دوران المخزون طالع عندي ب4/10، يعني هو ببساطة محتاج، هنقسم الواحد على 4/10، محتاج 2.5 سنين علشان يخلص المخزون قبل ما يضيف عبء عليه ال500,000. بعد ما حط بضاعة زيادة ب500,000، البيع عنده كان ب500,000 على 1,500,000 البضاعة. شايفين دوران المخزون قل من 4/10 ل33%. يعني هو محتاج حوالي 3 سنين علشان يخلص من البضاعة اللي عنده. شايفين الفرق هنا بقى عامل ازاي؟ بدل ما كان محتاج 2.5 سنين بس، بقى محتاج 3 سنين. يعني المخزون كبر بس الفلوس بتلف أبطأ. تاني حاجة الكاش فلو: 500,000 اتحبسوا في بروتين وكرياتين، مش هيكونوا متاحين لا للتسويق ولا لتوسع حقيقي ولا لتحسين هامش الربح. يعني شكل اكبر بس السيوله اقل. ثالث حاجه تكلفه النمو الوهمي: ال100,000 زياده في المبيعات جت من ضخ مخزون مش من تحسين الطلب. يعني انت اشتريت النمو مش بنيته. النقطه الاخطر هنا لو المبيعات نزلت 10% بس. تعالوا نشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. المبيعات هتقل من 400,000 ل 360,000، مجمل الربح عندي هيبقى 180,000، المصاريف زادت عندي بقت 230,000. طيب صافي الربح، المشروع اتحول من ربح لخسارة 50,000، وده بسيناريو بسيط بس. يعني زي ما احنا شايفين البضاعة الكتير بتزود من سرعة وقوع المشروع. أول حاجة المفروض كانت تتعمل صح: بدل ما يشتري بضاعة زيادة يزود سرعة دوران المخزون. طيب كان ممكن يعمل كده ازاي؟ عن طريق اللي هو يحسن التسويق مش يزوده، ويحسن التحويل الاونلاين. تاني حاجة يركز على المنتجات اللي دورتها سريعة زي الواي بروتين والكرياتين. تالت حاجة يقلل المخزون بدل ما يزوده. مش كل ما تزود بضاعة تبقى أقوى. السيناريو الصح إنه لو حافظ على 400,000 مبيعات لكن خفض البضاعة وحسن الإدارة. تعالوا نشوف بعد ما عمل الخطوات دي، تعالوا نشوف لو عمل الخطوات دي الوضع هيكون عامل إزاي. المبيعات عندي 400,000، مجمل الربح 200,000،
المصاريف بتاعتي الثابته 180,000، يبقى صافي الربح 20,000. بس خلي بالك الوضع هنا مع سيوله اعلى واستقرار اقوى. الفرق الحقيقي هنا مش رقم الربح، لكن قابليه النمو الحقيقي بدون ما تقع. كتر البضاعه مش دليل انك قوي، كتر البضاعه هو اختبار للسيوله بتاعتك. اخطر وهم في المكملات الغذائيه انك تحس انك ناجح علشان عندك بضاعه كتير. القوه الحقيقيه هنا ان البضاعه تتحول لكاش وبسرعه. هو كان فاكر انه بيكبر المشروع، لكن هو كان بيحول كل الفلوس اللي معاه لبضاعه وبتتركن. كل الاخطاء اللي فاتت دي بتبان انها نمو وتوسع، لكن في الحقيقه هي ضغط متراكم. وهنا نوصل لسؤال حلقتنا: لو عندك مشروع بيبيع ب 2 مليون شهريا، هتبص على رقم المبيعات بس ولا في ارقام تانية لازم تاخد بالك منها؟ هستنى اجابتك في التعليقات، وده هيكون موضوع حلقتنا الجايه ان شاء الله في الجزء الثالث من السلسله بتاعتنا. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.